تخيل معايا كده ان كل حاجة عندك تروح، فلوس وصحة واولاد وحب الناس. فجأة كل ده يختفي، الناس حواليك بتسيبك، الألم بيشد قلبك، وكل لحظة بتعدي كأنها اختبار من السما. لكن في وسط كل ده كان في إنسان وقف صابر، ما اشتكاش وما اعترضش. قصة النهاردة هتعلمك معنى الصبر الحقيقي. قصة النهاردة هي قصة من القرآن، قصة أعظم نبي صابر في التاريخ، سيدنا أيوب عليه السلام. خليك معايا للنهاية، لأن القصة دي مش مجرد حكاية من زمان، أو حكاية ربنا حطها لنا في القرآن كده عشان نعدي عليها ونمر عليها مرور الكرام. لأ، دي رسالة طبطبة لكل قلب تعبان، ولكل واحد صابر ومش فاهم ليه الابتلاء طول. النهاردة هحكي لكم قصة نبي الله سيدنا أيوب عليه السلام، أعظم مثال للصبر اللي ربنا ذكره في القرآن علشان يفضل نور لكل إنسان بيمر بضيق. سيدنا أيوب عليه السلام كان من أكتر الناس نعمة في زمانه. ربنا رزقه مال كتير وأراضي واسعة وماشية وخدم، وكان عنده أولاد وبنات وزوجة صالحة بتحبه وبتخاف ربنا. ومع كل النعم دي سيدنا أيوب عليه السلام ما كانش متكبر ولا مغرور، بالعكس كان دايما شاكر ودايما حامد، وبيساعد الفقير ويخاف يظلم أي حد، وكان بيعبد ربنا في الرخاء قبل الشدة. الشيطان شاف طبعا كل ده وكل الإيمان ده، وشاف الشكر، فحس بالغيظ وقال: يا رب، أيوب بيعبدك علشان النعم اللي عنده، لو راحت النعم دي هيبعد عنك. وربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بما في القلوب، أراد إن قصة سيدنا أيوب عليه السلام تبقى درس للبشر كلهم، فأذن بالابتلاء لكن من غير ما يمس إيمان سيدنا أيوب عليه السلام ولا يقينه. وفي يوم واحد كل حاجة اتغيرت، المال ضاع، الماشية ماتت، والزرع اتحرق، والتجارة خسرت، وناس كتيرة كانت حواليه وقت الغنى بدأت تختفي. وده يعلمنا ان الابتلاء بيبين لنا الناس الصادقة اللي حوالينا من الناس اللي هي نص نص يعني. لكن سيدنا أيوب ما قالش غير كلمة واحدة: الحمد لله، ربنا أعطى وربنا أخذ. لا اعتراض ولا اعترض ولا غضب ولا سأل ليه حتى. وبعدها جاء الابتلاء الأقصى، أولاده ماتوا كلهم. تخيل الفقد، تخيل الوجع، تخيل انك تصحى في يوم واحد وتفقد اغلى ما عندك. ورغم كده سيدنا ايوب عليه السلام رفع عينه للسماء وقال: يا رب، ما اخذت الا ما اعطيت، ولك الحمد. صبر، صبر مش سهل لكنه صبر صادق. وبعدين جاء الابتلاء اللي طال بقى، المرض. مرض شديد جدا، خلى جسمه يضعف وقوته تروح، ومرت عليه سنين طويلة وهو مريض. الناس بدأت تبعد عنه، وبعضهم قال كلام جارح وقال ان ده غضب من ربنا، لكن الحقيقة ان ربنا كان بيعده يكون رمز للصبر. الصبر مش لزمنه بس، كمان ده الصبر لكل زمان. لسان سيدنا أيوب عليه السلام ما وقفش عن ذكر، وقلبه ما اهتزش إيمان. وسط كل ده ما فضلش معاه غير زوجته الصالحة، زوجة وقفت جنبه تخدمه وتشتغل علشانه وتصبر معاه وما سبتوش لحظة. كانت شريكة في الصبر قبل ما تكون شريكة في الحياة. سنين طويلة عدت وسيدنا أيوب لا اشتكى لحد ولا اعترض ولا قال ليه أنا. ولما دعا ربنا دعا دعاء بسيط جدا قصير لكنه خارج من قلب مليان يقين. قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا شكى ولا استعجل، بس تسليم كامل لرحمة ربنا. وفي اللحظة اللي ربنا أراد فيها الفرج، جه الفرج. ربنا قال له: ارقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا أيوب عليه السلام ضرب الأرض برجله، خرجت عيد مية، اغتسل منها فشفي، وشرب منها فعادت قوته، ورجع صحيح كأن المرض ما مرش عليه أصلا. وربنا ما وقفش عند الشفا بس، ده كرم ربنا لما بيجي بيبقى كرم واسع طبعا. ده عوضه ورجع له كل النعم، ورزقه مال أكتر وأولاد أكتر وحياة جديدة، وخلى قصته تتقال لحد النهاردة علشان كل واحد صابر يعرف ان ربنا ما بينساش، وان الصبر عمره ما بيروح هدر. قصة سيدنا أيوب بتعلمنا ان الابتلاء مش معناه ان ربنا غضبان، وان الصبر مش ضعف، وان الدعاء مش لازم يكون طويل، المهم يكون صادق.
بيعلمنا ان بعد العسر دايما بيجي يسر، حتى لو طول، حتى لو الوجع زاد. لو انت دلوقتي تعبان او مكسور او حاسس ان الحمل تقيل، افتكر سيدنا ايوب، وافتكر ان ربنا شايف وسامع.